مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي. رقم الصفحة 10. أقارن بين العددين مستعملا أصغر من أو أكبر من أو يساوي. عندي السؤال الأول، عددين عندي، عدد على اليمين وعدد على اليسار. دائما الأعداد السالبة أصغر بغض النظر عن الرقم. سالب أصغر من الموجب لأنه السالب دائما يقع على يسار الصفر، وكلما كان الأعداد على اليسار جهة اليسار كلما كانت صغيرة، كلما كان في اليمين كانت أكبر. ما يحتاج أفكر كثير، العدد السالب أصغر يعني العدد الموجب على اليمين أكبر، لأنه اليمين أكبر من اليسار، إذن أخلي علامة أكبر من. 6 أكبر من -6، موجب 6 أكبر من -6. السؤال الثاني، على اليمين عندي -9 وعلى اليسار عندي العدد 0. دائما 0 أكبر من كل الأعداد السالبة، لأنه دائما الصفر موجود على يمين الأعداد السالبة. الأعداد السالبة كلها على اليسار، إذن أصغر من الصفر. اليمين أصغر من اليسار، إذن علامة أصغر من. السؤال الثالث، عددين والعددين يحملون إشارة أو رمز سالب، -21 و-12. بس إذا أرسمهم على مستقيم الأعداد أكيد أرسمهم مثلا 0 هنا، -12 هنا، وبعدين -21 هنا. فلأنه 12 على يمين 21، اللي على اليمين أكبر، إذن -12 أكبر، إذن -21 أصغر. العدد اللي موجود هنا على اليمين أصغر من الموجود على اليسار، إذن نكتب هذا الرمز أصغر من. فإذا كان عندي عددين وأكو سالب للعددين، أشوف العدد بدون إشارة. بما أنه 21 بدون إشارة أكبر من 12، إذن من يكون إشارة 21 بالسالب يكون أصغر، بالعكس يصير. السؤال الخامس، هذا السؤال كلش سهل، لأنه عندي -33 وموجب 33، دائما السالب أصغر من الموجب، دائما السالب أصغر. إذن أكتب بما أنه سالب في الجهة اليمنى، الجهة اليمنى أصغر من الجهة اليسرى، أصغر من، علامة أصغر من. السؤال الرابع، عندي عدد سالب، عندي عدد موجب، دائما الموجب أكبر، دائما السالب أصغر، والموجب على اليمين، إذن اليمين أكبر من اليسار. أخلي أو أكتب علامة أو رمز أكبر من. اليمين أكبر من اليسار. 58 أكبر من -9.
59. السؤال السادس، عدد سالب 40 وعدد سالب 40 نفس الشيء، الجهة اليمنى يساوي الجهة اليسرى، إذن أخلي علامة يساوي. أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، أي بمعنى تصاعدياً. عندي كم عدد؟ عندي 24 سالب 25 14 صفر وسالب 15. لأنه من الأصغر إلى الأكبر يعني أكتب الصغير هنا وأكبر 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 وأكبر. لأن الأعداد السالبة دائما أصغر، إذن أركز الآن فقط على سالب 25 وسالب 15 وأشوف أيهما أصغر. سالب 25 أصغر، إذن أكتب سالب 25 قبل، بعدها سالب 15. بس 2 كانوا سالب. الآن أجي على بين السالب والموجب أكو صفر، وأنا عندي صفر، إذن أخلي صفر كمان، عدد صفر. الآن أجي على الموجب، عندي 2 موجب 24 و14، 14 أصغر من 24، إذن أكتب 14 بعدين أكتب 24. تصاعدي من الصغير إلى الكبير، دائما السالب أصغر من الموجب والصفر بين السالب والموجب. سؤال رقم 8، سالب 13 وسالب 12. سالب 13 أصغر، إذن أكتبها أول شيء، بعدين سالب 12. هنا ماكو صفر، إذن أركز على الأعداد الموجبة 12 و13. 12 أصغر من 13، إذن أكتب 12 بعدين أكتب 13. السؤال التاسع، عندي 4 أعداد، سالب 15 سالب 17 سالب 12 سالب 14. إذا ما أشوف السالب فقط أشوف العدد بدون إشارة، يكون 17 أكبر الكل، لأنه أكو سالب إذن هو يكون أصغر الكل. أصغر عدد سالب 17، وراء سالب 15 وسالب 14. آخر شيء أكبرهم يكون سالب 12. هذا الترتيب. أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر، يعني أكتب الكبير هنا وبعدين أصغر وأصغر. أكبر واحد أكتب أكبر الكل. الأعداد الموجبة، كم عدد موجب عندي؟ هذا موجب وهذا موجب، بس أكبرهم 19، أكتب 19 هنا، وأصغر منه 9. الآن أجي على الأعداد السالبة، سالب 9 وسالب 19. بما أنه سالب 9 أكبر، إذن سالب 9 وأصغرهم سالب 19. سؤال 11، أكبر الأعداد هي الموجبة. كم عدد موجب عندي؟ فقط عندي 3، إذن أكتبها كلش سهل. بعد الأعداد الموجبة يجي الصفر، أكتب الصفر هنا. بعدها تجي الأعداد السالبة، أكبرهم هو عدد ناقص 3 أو سالب 3. بعدين شوية أصغر منه سالب 7، أصغر الكل سالب 9. سؤال 12، عندي 4 أعداد كلها سالبة، بس أكبرهم أي عدد بالسالب هو العدد
سالب 36 أكتبه هنا. بعدين سالب 37، بعدين سالب 63، بعدها سالب 73 أصغر الكل. لو مو كان سالب كان 73 أكبر، بس بالسالب يكون كلش على يسار صفر، إذن يكون أصغر شيء. أبين الاختلاف في ترتيب الأعداد الصحيحة الموجبة عن الأعداد الصحيحة السالبة. أعداد الصحيحة الموجبة سهل أعرف أي عدد كبير أو صغير، لأنه مثلا لو كان عندي 21 و23، 23 أعرف أكبر من 21، وأعرف مثلا 42 لأنه 40 أكبر من 32. ولكن عندما تكون الأعداد سالبة، لو عندي سالب 42 وسالب 32، إذن هو سالب 42 يكون أصغر من سالب 32، يكون بالعكس. يعني لو كان عندي 7 أعرف أكبر من 5، ولكن سالب 7 يكون أصغر من سالب 5، يكون بالعكس من يكون سالب إذا اثنينهم سالب. والأعداد الموجبة دائما أكبر من الأعداد السالبة، والصفر دائما أكبر من الأعداد السالبة، والصفر دائما أصغر من الأعداد الموجبة. إلى اللقاء في درس جديد.